براز لين واسهال، انتفاخ بعد الاكل، وزني مش بيزيد وبخس بدون سبب واضح. رحت كشفت عند دكاتره كتير جدا وكل ما اروح لحد يقول لي قولون عصبي. هو انا ممكن يكون عندي سبب تاني؟ انا خايف لا يكون عندي حاجه خطيره. ممكن يكون في سبب تاني، عشان كده التشخيص مهم. ممكن يكون البنكرياس. تابع معانا حلقه النهارده عن قصور هضم البنكرياس. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. هو ايه اصلا البنكرياس؟ البنكرياس هو عضو يقع في منتصف البطن، هو عباره عن عضو سنتي تقريبا يقع ورا المعده وتحتها على طول. طبعا كلنا عارفين ان البنكرياس مسؤول عن السكر ومسؤول عن هرمونات تانية. ده عن طريق الهرمونات اللي بتطلع من البنكرياس في الدم على طول، وبتبتدي تعمل الشغل بتاعها في تظبيط السكر وتظبيط الجلوكاجون وتظبيط هرمونات تانية. عنده وظيفه تانية اللي هي الوظيفه بتاعه الهضم. ده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان الانزيمات بتاعه البنكرياس تبتدي تتفرز، وانزيمات بتهضم البروتين واللايبيز اللي بيهضم الدهون تبتدي تنزل عن طريق قناه البنكرياس، تنزل في الامعاء، تبتدي تهضم الاكل في الجزء الهضمي بتاع الامعاء اللي هو بعد المعده. البنكرياس مسؤول عن افرازات هضم البروتين والدهون والنشويات. لو الانزيمات دي قلت الاكل ما بيتهضمش كويس. ده بيعمل ايه؟ بيعمل تخمر، بيعمل غازات، بيعمل انتفاخ، ممكن يعمل اسهال. الجزء المتخمر بينزل الامعاء، بيحصل فرط نشاط البكتيريا الضاره اللي مرض اللي اسمه سيبو، فبالتالي العيان بيبتدي يعاني من اعراض كتير جدا. طبعا قصور هضم البنكرياس درجات، عشان كده مهم قوي التحليل لما نعمله اللي هو الفيكال الاستيز اللي بيقيس نسبه الهضم اللي موجوده في البراز، عشان ده بيبتدي يفرق ما بيننا وبين الاعراض. طب هي الاعراض الخطر في المرض ده ان يبتدي يحصل اسهال ويوصل لاسهال دهني. العيان يجي يقول لي انا بحس ان في طبقه زيت في الحمام لما باجي بعمل حمام، او براز طافي كانه زيت كده عليه. طبعا بيحصل فقدان وزن، يحصل نقص فيتامينات مهمه زي فيتامين A ودي وإي وكي، ودول اللي مسؤول عن البنكرياس مع الدهون ان هي يحصل لها امتصاص. طبعا يحصل ارهاق مستمر، انا على طول تعبان، انا بقوم من النوم مش قادر اتحرك، وارهاق عام في الجسم. دي اعراض ما ينفعش نعتبرها بسيطه، لازم ندور وراها، لان كده ممكن يكون قصور الهضم البنكرياس في المرحله الاكبر. البنكرياس ببساطه هو مصنع بيطلع منتج، المنتج ده ليه عدد معين لازم اقبله عشان اقول ان فعلا الهضم بيتم. اقل رقم نقبله في التحليل بتاعه 200. لو الرقم ده اعلى من 200 طلع 500 800 1000 يبقى ده طبيعي. ناس كتير بتقول يا دكتور انا عملت التحليل ولقيته عندي 800. ممتاز، انت كده بتهضم كويس، يعني ده مش خطر. لا مش خطر، انا كل ما الرقم يبقى عالي كل ما ابقى مبسوط اكتر. كل ما الرقم يبقى قليل اشك ان في مشكله في البنكرياس، كل ما الرقم يبقى قليل قوي يبقى المشكله اكبر في البنكرياس. طب ايه اللي خلى المصنع ما يطلعش منتجاته؟ يا اما حاجه اصابت البنكرياس نفسه، المصنع نفسه ما بيطلعش كويس، عنده مشكله، جاله دور فيروس، جاله دور التهاب مزمن خلى البنكرياس ما يطلعش انزيمات الهضم بتاعته، وده بيحصل في تقريبا 50% من الناس. لكن الاخطر الاسباب الثانويه، دي مهمه قوي ان ندور عليها. هي ايه الاسباب الثانويه؟ حاجه حصلت في البنكرياس خلت ان القناه ما بتنزلش العصاره بتاعه البنكرياس كويس. طب دي حاجات زي ايه؟ زي كيس في البنكرياس، ضيق في قناه البنكرياس، حصوات سواء كبيره او متوسطه او صغيره، بؤره ضغط على القناه، ودي اخطر حاجه لان دي بتبقى ساعات عرضه ان تبقى اورام في المستقبل، او ترسبات داخل جدارات بنكرياس نتيجه التهابات مزمنه. عشان كده اهم حاجه لازم نستبعدها وجود اورام سواء حميده او خبيثه جنب قناه البنكرياس مخليه العصاره ما بتنزلش من البنكرياس. ليه ده مهم؟ للاسف سرطان البنكرياس لا قدر الله من الامراض اللي ما بتتشخص الا متاخر جدا. ليه؟ لانها ما بتصرخش، ما بتديش جرس انذار، لان حتى اعراضها بسيطه قوي. للاسف على طول بنكتشفه متاخر حتى في دول العالم المتقدمه، عشان كده بنحاول ندور على حاجه نبتدي ندور بيها للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس. احيانا الجسم ساعات بيدينا اشارات، من الاشارات دي قصور هضم البنكرياس، عشان كده مهم قوي نشوف درجته ومأثر ولا لا. طيب هم مين المرضى الاكثر عرضه لحصول سرطان البنكرياس؟ اول حاجه الناس عندهم التهاب بنكرياس مزمن، وده طبعا بيتاكد بتشخيص التهاب البنكرياس المزمن. تاريخ عائلي لسرطان البنكرياس، حد في العيله كان جاله سرطان بنكرياس، الناس المدخنه وخصوصا المدخنين بشراهه، الناس اللي عندها سكر ظهر بعد سن ال40 او سكر طالع مره واحده ما بيتظبطش بسهوله، دول بالذات لازم ندور وراهم عشان لا يكون عندهم مشكله في البنكرياس. فقدان وزن غير مبرر مع قصور في البنكرياس، دول برضو من الناس الخطر، دول بنعتبر فئه خطوره درجه اولى، لازم ادور وراهم واتاكد ان مفيش بؤره، مفيش حاجه ضغط على قناه البنكرياس هي اللي عامله قصور هضم البنكرياس. السونار بالمنظار هي تقنيه حديثه، طبعا التقنيه دي اتعملت اصلا عشان البنكرياس، وطبعا اكتشفنا ليها فوائد ثانيه بدأنا نستخدمها في حاجات ثانيه. المشكله البنكرياس ان عضو كله على بعضه سنتي، ففي الاشعه المقطعيه لما بيقطعوا اشعه مقطعيه بيطلع في صوره او اتنين، فبالتالي دقه الاشعه المقطعيه في انه يبين الحاجه اللي حتى الصغيره قليله. السونار بالمنظار دقته اعلى في الحته دي. ليه ده مهم؟ لانه بيبين حاجات صغيره ممكن ما تبانش لا بالاشعه العاديه ولا الاشعه المقطعيه، وحتى في اورام صغيره
اقل من سنتي ممكن ما تبانش بالاشعه المقطعيه. السونار بالمنظار هو عباره عن منظار اخره جهاز سونار، بنخلي العيان صايم فطبعا معدته تبقى فاضيه، نخش بالمنظار ده نشفط كل الهواء، فالفرق بيني وبين جدار البنكرياس هو يبقى جدار المعده، فانا اقدر اشوفه بالسونار بمنتهى السهوله ومنتهى الوضوح. الاهم ان انا ممكن عن طريق السونار بالمنظار ان انا اكتشف اي ورم صغير موجود، اكتشف اي تليف مبكر في البنكرياس، اشوف اي انسداد في القنوات، لو في تغيرات مش واضحه في الاشعه اقدر في نفس الوقت اخد عينه من البنكرياس عن طريق ابره السونار بالمنظار. ودي ابره صغيره بتخش عن طريق المنظار وتاخد عينه من جدار المعده من جدار البنكرياس بمنتهى السهوله. زي الحاله دي كده، ده بؤره موجوده في البنكرياس ضغط على القناه، فبناخد عينه بالابره، فبالتالي بيبقى التشخيص ادق، سواء ده التهاب، سواء ده ورم حميد، سواء لا قدر الله ورم خبيث او التهابات مزمنه في البنكرياس. طب ايه علاج قصور هضم البنكرياس؟ العلاج المبدئي ان انا ادي انزيمات هاضمه مع الوجبات بتاعتي، وبنقسم المرضى حسب شده المرض. الناس البسيطه بندي برشامه مع كل وجبه، والوجبه الثقيله بخليه ياخد 2. طب لو المرض اشد ممكن اخليه 2 قرص مع كل وجبه، وممكن اوصل ل4 قرص مع الوجبات الثقيله. ده بيعتمد على استجابه المريض وحسب كميه الهضم اللي طالعه في التحليل اللي احنا عاملينه للمريض. ليه اهميه الفحص الدوري؟ احنا شخصنا المريض وادينا له انزيمات هاضمه، مهم قوي ان انا اتابع واشوف عشان اشوف لو عنده عوامل خطوره، لو عنده التهاب بنكرياس مزمن، هم دول الناس اللي لازم اعمل لهم متابعه دوريه، عشان حتى لو عنده بؤره او عنده حاجه ما تقلبش في المستقبل، واول ما يحصل فيها تغيرات الحقها بدري قبل ما تقلب اورام خبيثه. السونار بالمنظار هو ادق حاجه للمتابعه، لكن عشان تكلفته ناس كتير ما بتقدرش تعمله، يفضل يتعمل على الاقل مره. وممكن اعمل اشعه رنين بس لازم تتعمل 3 تسلا فما فوق، وللاسف ده مش متوفر في اماكن كتير في مصر. ممكن استعيد عن ده بالاشعه المقطعيه عشان التكلفه، لكن الادق والاكثر دقه هو السونار بالمنظار. الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس هو الفرق ما بين علاج فعال ومرض بيكتشف متاخر للاسف ملوش علاج، بنمشي علاج معاه علاج تحفظي. العلاج ما ينفعش ان انا اتجاهل السبب، ادي برشام يهضم الاكل، لكن لازم ادور على السبب، لان لو عندي سبب ثانوي محتاج تدخل قبل ما يزيد التهاب البنكرياس. صحيح العلاج هو انزيمات تعويضيه، لكن ده علاج للاعراض. المهم ندور على السبب ونستبعد الاسباب الخطيره والناس اللي عندهم خطوره عاليه. لو عندك فقدان وزن، عندك براز دهني، عندك تاريخ بالتهاب بنكرياس قديم، عندك سكر ظهر فجاه مش متظبط قوي، ما تتجاهلش الموضوع، مهم نقيم بدري، فحص مناسب، ده ممكن ينقذ حياه. مش كل اسهال مزمن قولون عصبي او قولون عضوي، ومش كل قصور بنكرياس قصور بسيط. مهم قوي ان احنا ندور، لان ساعات الجسم بيبعت لنا اشاره محتاجين نقيم اكتر عشان نشوف اذا كان في علامه خطيره فعلا ولا لا حاجه بسيطه تتعالج بالدواء. معانا تقدر تتعالج بامان. الجوده والدقه والتقنيات الحديثه في مركز دكتور احمد جلال، هو اول مركز في مصر حصل على اعتماد الجهار اللي هي هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه. كلمنا او ابعت لنا على الواتس واحجز، اتعالج بجوده، انت تستحق.